يا لهوي عايزه تخرج بره، الحقوني. ماشي علي ماشي علي. تعالي يلا. شوفي عند عمتك يلا. انت كنت فين اصلا؟ ايه ولا تسألوا عليا ولا تعبروني كده. معلش انا مت يا شيخه. احنا مستنيين. بسم الله الرحمن عامله ايه؟ الشنطة تعالي دي تعالي تعالي يا مكة. أوحد عصره وسلم على زمانه حامل الراية الأوحدية تعالي حسين عامله ايه؟ حسيتيني فين رشا؟ رشا فين؟ انا عشان انتي خليتيها خل قلبي هيموت. ما طلعت السلم مش قادره اقول لكم. معلش. ازيكم عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ انت ايه طبعا رايك في القمر دي؟ انت طبعا جميله اهي. انت طبعا يا تيتا عارفه اللي فيه ايه امتحانات. عاملين ايه؟ ازيكم كده يا رب تكونوا بخير. هفتح من السلم ده انا بصوا يعني طلع روحي وخلاص. قلبي باين اعمل عمليه تاني. شايفين التعب؟ اوريكم بقى حاجه انا جبتها بجد كنت مكسوفه منكم قوي باتصل تحت دي. مش اوريكم بقى حاجه انا كنت عايزه اجيبها عشانكم، انما انا اتصل تحت دي حبيبتي وعشرة العمر ومن وراكم هعمل فيها برضو. مش هرميها. فانا هفرجكم بقى جبت اتصالات عامله ازاي وقولوا لي حلوه ولا وحشه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه جايه من تحت اهو. كنت تحت بقى إيه؟ نزلت مخصوص بصراحه عشان اجيبها. تمام. ايوه يا لولو. لولو يا لولو. ماشي. اهو. بسم الله. بسم الله. اهو. ايه الحاجات اللي انت جايباها دي؟ بصوا بقى بصوا بقى بصوا بقى خلاص كده انا يعني بصوا انا كنت بقى مكسوفه منكم قوي بس انا قلت والله لازم اجيب طاسات جديده عشان انتوا تستاهلوا اكتر من كده بكتير. تمام. ادي الكبيره اهي اهي. دي جرانيت تركي تركي. بصوا شوفوا جميله ازاي اهي. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الحلاوه دي؟ هعمل لكم حاجات فيها هبهدلكم. بصوا. ودي بقى ايه اللي هي تحت دي اهو. دي تركي جرانيت. بصوا والله العظيم 3 يعني هقول لكم عايزه ايه. كنت عايزه اجيب بقى الحلل اللي هي بتاعت الروزه دي. لا حله الروزه دي عامله لي ازمه برضه نفسي تعبانه منها. بصوا ودي الصغننه بقى اللي هعمل لكم بقى فيها البيض. بص البيض واعمل لكم الحاجات اعملها لكم كده اهو. اقلبها لكم كده اهو. ايه رايك؟ اعمل لكم كده 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 هتشوفوا الشغل عامل ازاي. بصوا جمالها. بصوا جمالها. بصوا شياكتهم عامله ازاي اهو. يا رب كده بقى ذوقي يعجبكم وتقولوا لي انا ذوقي حلو ولا لا. ايه رايكم في الالوان؟ طبعا دول بقى احفادي مكه اهو. شفتيهم؟ هاتي يا بقى هاتي يا بقى. مبروك. بصوا بقى اهو. شايفاهم كده يا رشا؟ ايه شايفاهم كده؟ بصوا بقى هم عامله ازاي بقى. بصوا كده. مبروكين عليك يا هم ماما. عامله ازاي بقى. بصوا بقى ايوه اهو. ايوه. هو ده. تمام. الصغننه اهي. الصغننه دي بتاعت كوكو بقى. دي بتاعت كوكو. دي بتاعت كوكو. هتعملي فيها مكه. بصوا يا حبيبي قلبي. تعملي فيها ايه؟ بصوا عشان انتوا تستاهلوا اكتر من كده بكتير. بصوا كرتونه اهي اهو. لسه جايباهم من تحت اهو. عملتهم بقى مفاجاه ليكم ولبنتي عشان انا بنتي تقعد تقول لي يا ماما الطاسه ديت فضيحه والنبي ما تعملي بيه. اقول لها طب هنعمل ايه. طيب ربنا يسهل وانا اجيب غيره. المهم ايه الطاسه دي بقى يا حبايب قلبي
بجد بجد عشرة العمر، بقالها سنين معايا من وانا ولادي دول قد كده. هي القديمة. اه اه فبحبها هاتي يا كوكو. وهعمل فيها من وراكم ايوه في الخباثة كده عشان ها؟ ما تزعلش هنعمل مني. فيها الاكل من عشان وراكم. هي برضو ما يصعبش عليها مني بقى تقول لي ركنتيني برضو كده ركنتيني، فانا هقول لها لا انا هكبر بخاطرها برضو وهعمل فيها برضو حاجات على قد انا وهي عشان ما تزعلش مني. هي تزعل مني وانا ما اقدرش على زعل لان هي اتحملتني برضو كتير. طبعا. تمام. فطبعا دلوقتي صدقوني اقسم بالله عايزه اقعد اتكلم معاكم كتير. اتكلمي. احكي معاكم كتير جدا جدا اتكلمي. جدا جدا. عايزه اتكلم معاكم يعني ايه، عايزة تقولي أقعد لهم ايه؟ أدردش. عايزة تقولي لهم ايه؟ عايزه اقول لهم ان انا بحبكم. وانا كمان. عايزه اقول لهم ان انا صعبان بحبكم عليا أنا كمان. برضه هعتب عليهم. ايوه. هعتب عليهم لان انا بقالهم كتير كده في يعني متكاسلين شويه. ما بقتش لاقيه التقدير بتاع الاول دوت. بجد لما فتحت القناه في الاول كان في تقدير جامد جامد وكنتوا بتخلوني طايره كده مش مصدقه. لكن فجاه لقيت الدنيا هدت كده وعملت عشان انا بصراحه انا يعني انا قصرت في حته. انا قعدت اكتر من شهرين ونص او 3 شهرين ونص منقطع ما بعملش اي حاجه. بس صدقوني بسبب التليفون لان انا ويا كوكو كوكو. عليك. انا التليفون بتاع بنتي طبعا يعني افتقدناه. والتليفون اللي معانا دوت يعني اللي جرى ده خلاني جالي نفسيتي تعبت وصعب عليا نفسي وزعلت قوي لان هو كانت يعني ايه مساعدنا في شغلنا وحاجه جامده جدا. دوت الصور يعني كشكل الواحد بيطلع كده مش هو مش انا ولا بنتي مش شكلنا. التحميض بتاعه وحش وصورته مش حلوه في الفيديوهات. فانا والمهم قالوا لي طب خلاص عجزي بيه كده اهوت لحد ما اجيب تليفون. فده السبب اللي خلاني قعدت فتره ما عملتلكوش حاجه. بس صدقوني اللي جايه احلى. عارفين ليه؟ هعمل لكم شغل بدون ايه اوعى خلاص. اتمنى بقى ان انتوا ايه فرحوني. اعملوا لايك واعملوا بصوا اشتراك انا واعملوا طالعه السلم سبسكرايب. ده اقسم بالله بنط عشان على نحبكم السلم 100 كتير. مره لان انا المفروض ماليش اجهاد وكده وانا بطلع الدور السابع. يعني سلمنا انا بطلع الدور السابع فصعب عليا. المفروض ان انا ما اطلعش سلالم كتير. فالمهم ايه انا حبيت انزل اجيب دور بصراحه كده واخدين بالكم. طبعا انتوا دايما مشرفيني ومنوريني واهلي وعيلتي واخواتي عايزه اقول لهم كلكم حبايب قلبي. اتمنى ان انتوا بقى ايه تشرفوني وتطولوا رقبتي كده قدام زوجي وولادي وحبايبي. اقول لهم بصوا حبايبي بصوا الناس اللي بتحبني بصوا الناس اللي بتقدرني. بتمنى ان انتوا كده يا رب كده ايه اقفوا جنبي كده بقى في القناه ودعموني وانا مش هكبر الا تيتا عايزه اقول انا لهم مش طلب. هكبر الا ايه يا بيكم كوكو بجد. عايزة تقول لهم ايه؟ تمام. عايزه اقول لهم اعملوا لايك واشتراك شفتوا بقى وسبسكرايب واعملوا وفرحوهم. طب فرحوا فرحوا لولو بقى. خلاص. فرحوا عالية بقى شفتوا بقى؟ واعملوا لايك عشان خاطر عالية. دي بقى حفيدتي الكبيره دي. ماشي يا لولو. طيب ودي طب عاليه ومكة المغلبة. طيب. ودي مكه طب بقى. ومكة طب نعمل لها ايه؟ مكة دي بقى تربيتي أنا. دي عايشة معايا وأنا واخداها بنت ابني واخداها من وهي نونة واتربت معايا. ما شاء الله عليها يعني حبيبة قلبي ما اقدرش بصوا مش قادرة اقول لكم. وهي نايمة بتوحشني اقسم بالله. ببقى نايمة كده حضناها كده وبتوحشني بحبها روحي فيه حبيبة قلبي بجد بجد عمري. بصوا طب ولادي دول في كفة بقى والبنت دي في كفة مش قادرة اقول لكم اقسم بالله. وبيقولوا عن مثل بيقولوا امي كانت بتقول الله يرحمها اعز الولد ولد الولد. دول احفادي وحبايبي ولاد ابني. وعندنا بقى زين الشباب بقى ابن الكبير وكنزي ابن سامح. عندي سامح الكبير ومعانا جايب ربنا مديله زين ده عسولة قوي ما شاء الله عليه بيمشي دلوقتي وطلعت سنانه الله اكبر. ربنا يخليه لباباه ويخليه لنا يا رب ويخلي سامح ابني الكبير يا رب ويديله الصحة ويحفظه لأنه هو شغله دايما يعاني في الجبل. وربنا يحفظه ويخليه لحبايبه ولولاده ويا رب كده يطمنا عليه.
بالنسبة دول أحفادي 4، عندنا كنزي ومكة دول توأم ما شاء الله، على بنتين دول توأم، وعالية هي كده. أنا بعرفكم برضو على إيه حبايبي وأحفادي. أتمنى إن انتوا بقى إيه اعملوا لايك، شجعوني، ساعدوني، وقفوا جنبي. خلاص دلوقتي بقى إيه، أنا جايبة معايا حاجة ولادي عايزين ياكلوا مربى، عايزين مربى كتير. فأنا هخش دلوقتي ايوه هو ده الكلام. هدومي دي اغير ايوه واقوم داخله بقى ايه خش على المربى. واقوم داخله ايه عامله لهم شويه مربى. يلا بينا بقى اغير هدومي وندخل على المطبخ نشوف المربى. اتمنى ان انتوا تطولوا رقبتي في الفيديو ده، ولو ان انا زعلانه من الفيديو ده. انا عامله لكم فيديو حمام ورقاق وحاجات جامده والله العظيم، 3 فيديو جامد ما شفتش حاجه، ما شفتش حاجه. صعبان عليا وزعلان، ومع ذلك انا مش هنقطع عنه وعمري ما هزعل منه. خلاص اتمنى كده يا رب اقابلكم في الجنه، واقابلكم في الخير، واقابلكم كده في المناسبات السعيده. تمام، اشوفكم على خير كده بقى، واخش بقى ايه اغير الهدوم دي وادخل بقى ايه نخش على المطبخ. وبمناسبه الطاسات الجديده الحلوه دي اللي انا فرحانه بيهم قوي. تمام، بصوا جمالهم، بصوا حلوين ازاي. نخش بقى نعمل منهم بقى ايه، نعمل المربى، وان شاء الله اوعدكم ان انا اعمل لكم فيهم اكله بقى ايه جامده من العمل تقيل. مبروك عليك يا مو، ان شاء الله تاخدي بيهم الدرع. ها خشي خدي الدرع بالطاسات دي. بالاتصال دي هم برضه هيشجعوني، برضه هيفرحوا معايا بدول. اتفضلوا بجد. كل ما لو تعملوا حد لايكات نفسه كل فيهم ما والله ابعتهم لحد البيت، ابعتهم لحد البيت. تمام، يلا بينا ندخل على المطبخ. يلا على المطبخ. خليكي بقى ايه معايا كده. يلا على المطبخ. يلا بينا. كل ما تعملوا لايكات كل ما احبكم. يلا احنا هنعمل بقى ايه، نعمل معاه المربى لحظه بلحظه بقى. يلا باي باي. باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بسلم عليكم اهو تاني بعد ما اتفرجنا بقى على الطاسات والحاجات اللي فرحت بيها وفرحتكم معايا. بحب اوريكم الحاجة اللي انا جايباها عشان انتوا طبعا اخواتي وكل متابعين الناس المحترمين. بوريلكم يومنا كان ماشي ازاي وحاجات كده ايه. ابتدي ان انا اوريكم يومنا يبقى ماشي ازاي ان شاء الله. انا كده بقى طبعا دخلنا على المطبخ بعد الطاسات، فغيرت هدومي لان انا جايه من تحت. طبعا قلعت هدومه كده وغيرت طبعا، وجبت بقى ايه شويه تين كده لقيتهم قدامي حلوين، فجبت بقى فضلة خيركم 4 كيلو. هنعملهم بقى مربى التين لولاد ابني بقى والحبايب. وانا بحب المربى دي على فكره، بموت في المربى. يعني بصوا اي حاجه مسكره المفروض ان هم يعني دكاتره القلب مانعيني ان انا اقعد اكل بقى كل حاجه، والمسكر بيعمل دهون وحاجات من دي. بس مين والله، بصوا هقول لكم على حاجه، انا هاكل اللي نفسي فيه كله، واللي ربنا رايدهولي هو اللي هشوفه، بس مش عايزه احرم نفسي. طبعا التين ده بعد ما غسلناه كويس جدا، مش عايزه افوتكم بالكلام، غسلته طبعا كويس جدا اهو، وبقطعه كده قطع حلوه، لان هو ايه بصوا اللي طالع منه الاخضر ده، بصوا دي بقى الحته الخضره دي انا بشيلها بالسكينه. تمام، وهو طازه وجميل جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم على حلاوته، طازه يعني. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم. ولعنا على البوتاجاز اهو، حطينا ال4 كيلو بعد ما وضبناهم. دوت كيلو سكر. انا حطيت كده بحط على كل كيلو عملت له ربع كيلو سكر، يعني انا عامله ال4 كيلو تين، حطيت كيلو سكر بمعدل كل كيلو ربع كيلو سكر. كده السكر بيبقى معتدل وحلو طبعا. بصوا بقى كده، في ناس يقولوا انقعوا لفوها بالسكر كده وشيلوها في التلاجة ليلة. انا بصراحة يعني انا بشتغل على الحاجة على طول. المربى بالذات بحلفها بالسكر وبحطها على النار على طول وقتي، بمجرد ما بوضبها على طول بولع عليها. تمام، كمان ما بحبش احط لا جيلاتينا ولا بحط
اي حاجه اللي هو جيلي مش عارف ايه، حاجات بيحطوها برضو، ملح ليمون مش عارف. لا ماليش في الكلام ده خالص. انا هو بس ممكن عصرة ليمونة كده مثلا، عصرة ليمونة وخلاص، والسكر وشكرا. لان هي عارفين انتوا الحاجة اللي هي بتبقى حبة صغننين كده، هم دول 4 كيلو. بالنسبة لنا يعني على ما يقصروا يبقوا صغيرين بالنسبة للعيلة يعني. عندي احفادي وانا وولادي وزوجي. بصوا احنا مدمنين مسكر. عارفين انتوا اللي يعمل حاجة بالليل كده يسهر عليها وما لقاهاش، مش هتصدقوا. مفاجيع حلو. يقعدوا ينزلوا السبت للسوبر ماركت بالليل، يجيبوا شوكولاتة وبسكوت، واقوم الاقي البيت ده ايه، اللهم صل على النبي، النور قطع. صدقوني دلوقتي ربنا يستر، البيت ضلم. انا عايزه اقول لهم النور حاجه. قطع. تيتا احنا بنمنتج يا بقى والنور تيتا. قطع. تيتا عايزه اقول لهم حاجه حلوه. قول يا روحي. المربى على طول تيتا اصلا بتعملها حلوه حبيبة قوي قلبي يا من عليا. ايديها، يا ونفسها حلوه حتى في الاكل. يا روح قلبي تيتا، يا حبيبة قلبي يا روحي. طبعا المربى بصوا وصلت لفين، شفتوا كانت جامدة وحجر عاملة ازاي. بصوا ما شاء الله وصلت لفين بقى، يا ساتر عليها. عارفين الحتت قطع جميلة كده متكرملة. طبعا الجاهز او المعلب ما بيبقاش كده. بتبقى حاطين الوان وحاجات لا دي فاكهه فاكهه فعلا. بصوا الله اكبر، 4 كيلو دي سلطانيه كبيره، دي مش صغيره. وكلت منها بقى وايه، واقفه مستنيه اما اخلص معاكم وامسك طبق اكله. بصوا بقى، بصوا جمالها. بصوا اتمنى تجربوها وتعملوها، سهلة جدا يا روحي يا حبيبتي. مفيش أسهل من كده. دول 4 كيلو، حطي عليهم كيلو سكر وعصرة ليمونة، وابدأي تشتغلي عليها على طول على البوتاجاز. ايدك ما تتشالش منها، اوعي تسيبيها وتسقي عليها لانها تلزق والدنيا تبوظ. وعايزاكم خلاص يا تعملوا روحي، لايك انا بقول لكم باي باي. عايزاكم اعملوا تعملوا لايك، لايك اعملوا لايك، واشتراك باي وسبسكرايب. باي.